رحلة محملة بالذكريات الجميلة شق فيها النجم الساحلي طريقه متجاوزا المنافسين في سبيل وصوله لهذا اليوم. اليوم الذي يحمل فيه الإتوال على عاتقهم حلم العاشقين والمحبين لهذا الكيان بالتواجد في المشهد الختامي من البطولة التي تحمل الاسم الغالي كأس زايد للأندية الأبطال. البداية كانت من سوسة في مباراته الأولى التي أعلن فيها عزمه وإصراره منذ البداية على تسجيل الحضور القوي بعد أن دك شباك الرمث الأردني ب3 أهداف لهدف، تبعها بثلاثية أخرى في مباراة الإياب في عمان، ويتأهل إلى دور ال16 عن كل جدارة واستحقاق. دور ال16 شهد تحد آخر بطابع شمال إفريقي بعد أن جاء نصيبه ليواجه نادي الوداد، وتعادل الفريقين في مشهد الأول ذهابا في المغرب بنتيجة التعادل السلبي. يتمكن النجم من تحقيق انتصار بهدف ل0 في ملعب سوسة إيابا. حاولتين على طول، عرضية خطيرة ممتازة، جول يا ما أجملك يا ولد. تحد آخر جديد جمع النجم بالممثل الآخر للكرة المغربية في الدور ربع النهائي عند مواجهته الرجاء. ذهابا في المغرب كانت البداية ونجح فيها النجم الساحلي بكل اقتدار من تجاوز هذه المهمة بعد أن اقتنص هدفين رجحت كفته على الرغم من الخسارة بهدف دون رد في مواجهة الإياب. اقتربت مسافة الإتوال للوصول إلى مشهد الختام عند الوصول للدور نصف النهائي عندما اجتمع بالمريخ السوداني، الفريق الذي يحمل طموح أبناء النيلين. ذهابا كانت في الملعب الأولمبي في سوسة، ونجح فيها النجم باستغلال عاملي الأرض والجمهور واقتنص الفوز بهدف نظيف. هذا ما ساعده إيابا بعد أن تمكن من المحافظة على شباكه نظيفة في ملعب النار بأم درمان بعد التعادل السلبي بدون أهداف، وأعلن النجم نفسه أول أركان مشهد الختام.